لو عندك الغلايه بتاعه اللبن او اللبانه زي ما انتوا شايفينها كده، هتعملي بقى فكره ما خطرتش على بالك واول مره تشوفيها عندي بس وحصري ان شاء الله. انا مش عارفه بقى الفكره دي كانت غايبه عني فين. ان شاء الله لو جربت الفكره دي هتعجبك بجد. ما تنسونيش من دعمكم بلايك وشير على الفيديو. يلا نسمي ونصلي على رسول الله. اول حاجه كده بقى هجيب اللبانه بتاعه اللبن او الغلايه. انا جبت الاتنين بتوعي وركنتهم كده على جنب لغايه ما نعمل الوصفه اولها. اول حاجه كده انا جبت البوله وهحط فيها كوبايه من الميه الدافيه، وهحط عليها نفس الكوبايه دي كوبايه من اللبن الدافي. تمام كده. هبتدي بقى احط هنا معلقتين كبار من السكر، هحط كمان نص معلقه من الملح، وهحط كمان معلقه ونص من الخميره الفوريه، معلقه ونص بس. هيتفضل نص معلقه في الكيس، يعني غطي عليها كده وسيبيها للعجنه الجايه. وهتبتدي بقى ان انت تجيبي المضرب وهتخلطي الكلام ده كويس كله مع بعض لغايه الحبيبات بتاعه الخميره طبعا ما تدوب معاكي. بس كده مجرد ان هي دابت معاكي هتبتدي ان انت تجيبي معلقه كده وتعايري معلقتين من الزيت، المعلقه اللي هي معلقه الاكل العاديه، معلقتين بس من الزيت. وهتقلبي برضو. هنجيب هنا بيضه وهنحطها على الخليط بتاعنا وهنقلب كويس جدا كده لغايه الايه البيضه ما تختفي، ومع الزيت برضو والخليط بتاعنا كويس ومع الخميره، ونقلبهم كويس كده مع بعض. بس كده. هنجيب بقى الدقيق. معايا من الدقيق 6 كوبايات، 6 كوبايات بنفس الكوبايه اللي احنا عايرنا بيها السوائل. هحط 6 كوبايات، الكوبايه كده ايه بتكون مليانه، يعني كده نص كيلو وكوبايتين من الدقيق. تمام كده. طبعا انا كنت نخلاه من قبل ما احطه معاكم كويس جدا علشان لو في اي رد او اي حاجه تطلع منه في النخل. بس كده هنقلب بقى بايدينا كويس جدا لغايه اما نكون عجينه تكون طريه، وفي نفس الوقت ما تكونش برضو بتلزق في ايدينا ولا تكون يابسه معانا. تمام كده. هوريكم دلوقتي قوام العجينه بتاعتي. بس هنقلب كده وفرحنا مثلا ايه معلقتين 3 كده من الميه لو احتاجناهم. انا احتاجتهم اهم فحطيته برضو ميه دافيه كده. حطيت هنا معلقتين كده من الميه. ممكن انتي ما تحتاجهمش علشان في نوع دقيق بيشرب سوائل عن نوع تاني، يعني انا نوع الدقيق بتاعي متعدد الاستخدامات. تمام كده. هحط هنا معلقه كده من معالق الاكل برضو من الزبده. لو مش متوفر عندك زبده خلاص يبقى هتحطي 4 معالق زيت من اللي احنا حطيناهم لو احنا حطيناه في الاول معلقتين هتحطي 4. تمام كده. بدل الزبده هيبقوا معلقتين بدل الزبده. بس عايزه اقولك الزبده بتدي قوام وطراوه وطعم غني قوي للوصفه بتاعتنا. بس كده هعجن بقى لغايه العجينه ما تتكون معايا وتبقى بالحلاوه اللي انتوا شايفينها دي، وتبقى ناعمه معاكي كده، مش ايه ما فيهاش اي تشققات منك او تكون مثلا تكون يابسه او طريه او بتلزق في ايديك. بس كده هتغطيها وتسيبها بقى لما تخمر معاكي وتبقى بالشكل ده. هننزل بقى العجينه بتاعتنا وهنقسمها على نصين. هفرد كده المفرش بتاعي او على الرخامه تكون نظيفه، واقسمي العجينه بتاعتك على نصين. بس كده انا حطيت النص التاني علشان برضو ما ينشفش معايا وغطيته. هجيب بقى هنا العجينه بتاعتي واكورها وبعد كده افردها بالنشاب. انا عايزاك تفرديها على شكل ايه مدور. بصوا انا بفردها هنا اهو على شكل مدور، السمك بتاعها لا هو رهيف قوي ولا هو تخين قوي. بس كده. وهجيب بقى الطرف ده واسويه كده يبقى قد بعضه، وبعد كده اجيب عليه الطرف التاني ونفس الكلام اسوي الجوانب كده وهخليها يعني سوا واحد. هفرد بس فردة بسيطة كده وهبتدي بقى الفها رول على بعضها. بس وانا بلف كده طبعا بتضغطي علشان ما يبقاش فيه فراغات كتير. بصوا وانت بتلفي بتضغطي كده اهو عشان يبقى واضح بالنسبة لكم بطراطيف صوابعي كده، وبضغط على العجينة بحيث ان هي تتلزق كويس في العجينة التانية. بصوا الرول هيبقى شكله كده. واخر حتة بقى هتلزقيها فيها، هتقفليها كويس كده من كل الجوانب. بس كده. ده كل الفكرة بتاعتنا، مش هتعملي ازيد من كده، سهلة وبسيطة خالص. هتجيبي بقى اللبانة بتاعتك، مش هتتهنيها اي حاجة، هو مش هيلزق معاكي. هتحطيها بقى بالطول كده وتضغطي عليها. بصوا انا بحطها كده بالطول مش بالعرض، وبضغط عليها لغايه اما تدي يعني الشكل اللي انتوا شايفينه ده.
زي ما هو موضح معاكم. هتركنيها بقى على جنب، وهتجيبي العجينة التانية وهتعمليها بنفس الخطوات اللي احنا عملناها. بصوا ما شاء الله العجينة مخدومة كويس وما فيهاش ولا غلطة. عجينة سهلة وبسيطة وهتقومي في ثانية تعمليها. برضو قفلنا كله، يعني قفلنا الجوانب على بعضها بالشكل ده، وهنلفها رول بقى زي ما لفينا التانية، بس فردة بسيطة كده نلزقهم في بعض وبعد كده نلفها. بصوا خليكم ملاحظين كده وانا بلف اهو، بقفل كويس وبضغط هنا ايه يعني بلف الرول بتاعي، وانا بلزقه برضو، بلزقه في العجينة اللي تحت بس كده، واقفله بقى كده على بعض. واجيب بقى الايه اللبانة بتاعتي التانية واحط فيها الرول التاني ده. خلاص كده هبتدي بقى ان انا اغطيهم واسيبهم لما يخمروا حجمهم يتضاعف. بعد حجمهم ما يتضاعف هتشغلي الفرن على اعلى درجة عندك، وهتسيبيه لما يسخن كويس. اهم حاجة بقى تغطيهم كده علشان يخمروا معاكي كويس. وهتشغلي الفرن بتاعك بقى وتحطيهم هنا ايه في الشبكة على الرف اللي في النص، بس الفرن يكون سخن كويس. وبعد كده بقى ايه، بس الاول بعد ما يخمروا كويس هوريكي دلوقتي لما يخمروا. بصوا ده شكلهم بقى بعد ما خمروا معايا. كنت بقى في الوقت ده مشغله الفرن بتاعي ومسخناه كويس، بحطهم بقى في الرف الوسطاني وبشغل عليهم من تحت. لو خدوا اللون يعني لوحدهم كده يبقى خلاص، لو احتاجوا ان هم ياخدوا لون من فوق يبقى ايه احط يعني بشغل لهم الشوايه شويه، بس طلعوا بالحلاوه والجمال اللي انتوا شايفينها دي. بصوا بعد ما طلعتهم من الفرن غطيتهم علشان يبردوا وفي نفس الوقت يبقوا طريين معايا. بصوا ما شاء الله تتقلب معاكي بكل سهوله ومش هتلزق خالص، رغم ان احنا ما دهناش ولا اي حاجه، بس ما شاء الله يعني بتطلع بكل سهوله. بصوا تحسي كده ان انتي مطلعه قطعه كيك، مش عجين يعني. بصوا ما شاء الله، بصوا الطراوه والحلاوه اللي فيها. تعالوا بقى نقطع كده ونشوف الجمال بتاعه من جوه. ده بقى توست ما شاء الله. تعملي التوست يعني سهل وبسيط، ومش محتاجه ان انت ايه يكون عندك كده قوالب مخصصه للتوست. بص عملناها بفكره بسيطه، وبصوا الجمال بقى عامل ازاي. شايفين جمال التوست ما شاء الله. وزي ما انتم ملاحظين بقى احنا عملناه هنا في اللبنه بتاعه اللبن، وشوفوا طالع بالحلاوه دي، ولا محتاجين بقى ان احنا يبقى عندنا قوالب للتوست ولا اي حاجه، ولا تحتاجي بقى ان انت تروحي تشتريها مخصوص عشان تعمليها للمدارس. بصوا ما شاء الله، عايزه اقول لك طراوه وهشاشه وهش وما شاء الله تحفه، وقلبه ابيض كده زي الحليب. بصوا ما شاء الله عامل ازاي طري بجد واحلى من بتاع بره والله. بصوا جمال التوست بتاعنا، والله فكره بسيطه وسهله وعايزاكم تجربوها. وعلى فكرة بقى دي مش اول مرة اعمل معاكم التوست ويطلع بالجمال ده، عملته معاكم قبل كده في صفيحة السمنة، وعملته معاكم في الصينية، وكان الفيديوهين بجد جايبين لي مشاهدات عالية وكانوا عاجبينكم قوي. عايزكم بقى برضو تشوفوا الفيديو ده كمان وان شاء الله هيعجبكم. بصوا منظر التوست عامل ازاي، تحس كده ان انت قاطعه كيكه، مش يعني كيكه اسفنجيه كمان، مش اي حاجه، مش عجينه ولا توست ولا الكلام ده كله. شايفين اصلا شكله عامل ازاي، تحس كده ان انت عامله ايه قطعات من الكيك. بس اهم حاجه بقى تسيبيه يبرد شويه علشان تعرفي تقطعيه كويس، ما يهدرش منك كتير وما يفرفتش منك كتير. بس انا كده يعني على طول قطعته معاكم، سبته بس حاجه بسيطه لما يبرد علشان ايه اصور لكم الفيديو. بصوا ما شاء الله طلع كميه حلوه، على الرغم ان هما 6 كوبايات بس من الدقيق. بصوا ما شاء الله مطلعين قد ايه. قومي بقى كده وما تكسليش واعمليه، وان شاء الله ينفعك كده للاولاد للمدرسه وفي اللانش بوكس، وهيبقى خطير بدل ما تشتريه بالغالي. احنا ما حطيناش غير هي كوبايه لبن بس، والكوبايه الميه والمعلقه الزبده. قلتلك لو عايزه تبدليها بزيت ما فيش مشكله. بصوا تعالوا كده نحط الجبنه بتاعتنا، بس دي جبنه طبعا ايه مش بتتفرد، يعني جبنه مش كريميه، فانا هضطر ان انا اقسم التوست بتاعي على نصين كده. بصوا اصلا التوست بتاعنا هتقسميه على نصين هيبقى حلو برضو معاكي، هيبقى عامل زي الساندوتش كده. بصوا عامل ازاي. عايزاكم تجربوا الفكرة دي، بسيطة وسهلة
والله العظيم وهتعجبكم قوي. بصوا شكل التوست عامل ازاي، تحسي كده ان انت بتاكلي قطعه كيك. تعالوا بقى كده ايه، لو عايزه بقى تعملي منه كميه ضعف الكميه وحطيها بقى عندك في الفريزر، وقت بقى الاستخدام طلعي منها وسيبيه شويه يبرد بره، كأنك لسه خبزاه. بصوا لو عايزه انا هحط بقى كده، بس انا ايه هقطعه كده ايه على نصين. هحط برضو اللي هو هسيبه زي ما هو، بس فيه برضو هقطعه على نصين كده، يبقى احسن برضو لو قطعتيه على نصين كده، وحطيتيه بقى ايه في علب، وحطيتيه عندك في الفريزر على طول، يبقى متوفر عندك. بجد الوصفة دي تستاهل ان انتوا تشجعوني عليها بلايكات حلوة كتير، ويا رب كده يكون عجبكم الفيديو. ما تبخلوش يا بنات ان انتوا تشاروه مع اصحابكم، علشان بجد الفيديو يستاهل. بصوا عامل ازاي تحفة يا بنات. ان شاء الله يا رب يكون عجبكم الفيديو، وما تنسوش بقى تقولوا لي انتوا بتتابعوني منين، وما تنسوش بقى تقولوا لي لو شفت الفيديوهات التانية بتاعة التوست قولوا لي، وانا ان شاء الله لو ما شفتهاش هسيبها لكم في التعليقات او في صندوق الوصف. بصوا جمال التوست بتاعي. ما تنسوش بقى يا بنات تعملوا لي متابعة، وما تنسوش تشتركوا في القناة، واشوفكم على خير، مع السلامة.